في واحد فرنسي مدفون في المتحف المصري اللي في التحرير. الراجل ده كان السبب ان آثار مصرية كتير جدا تكون موجودة النهاردة في متحف اللوفر في فرنسا. هو اصلا كان بينزل مصر يقعد ينقب كده عن الآثار لوحده بعيد عن الحكومة، والآثار اللي بيلاقيها كان بيبعتها لفرنسا، فهم خلوه أمين متحف اللوفر في يوم من الأيام. الراجل ده هو نفسه اتحول بعد كده لأنه يمنع إن أي حد ينقب عن الآثار بعيد عن الحكومة، ومنع بيع وتصدير الآثار المصرية، وضمن احتكار مصر لآثارها. كان اسمه أوجاست ماريات، وأغلب اكتشافاته كانت من منطقة سقارة اللي هي فيها الهرم المدرج. في عمليات التنقيب عن الآثار بيجي مهندسين أو بيسموهم archaeologists، دول هما اللي بيحددوا احنا هنحفر في الأماكن الفلانية، لكن اللي بيحفر فعليا وبيستخرج الآثار بيكون عمال مصريين. كان في بقى مقبرة من المقابر اللي اشتغل عليها ماريات، العمال بتوعه كانوا شغالين عليها في يوم بشكل طبيعي، لحد ما فجأة حسوا بحاجة غريبة، ولقوا ان شيخ البلد بتاعهم بدل ما يكون في القرية عندهم ده موجود معاهم في قلب المقبرة، واقف في الضلمة بيبصلهم وساكت. ما كانش حد فيهم فاهم هو امتى وازاي دخل، وايه اللي يخليه ساكت كده ما بيتكلمش في وسطهم. وخرجوا جري بره المقبرة وقعدوا يقولوا شيخ البلد شيخ البلد. جد هو في الحقيقة فكرة ان هم اترعبوا منه وخرجوا بره المقبرة قعدوا يقولوا شيخ البلد شيخ البلد دي مش مكتوبة في حتة، مش موثقة في حتة. الحقيقي ان هم فعلا كانوا فاكرين ان هو عايش وان هو شبه شيخ البلد بتاعهم جدا، فافتكروا ان هو. لكن في ناس بقى ايه، حتة ان هم خرجوا بره المقبرة وقعدوا يجروا دي حاجة متداولة بس كده بين الناس. وان كان اصلا التمثال النهاردة في الضوء في المتحف شكله موتر، ففكرة ان هم يشوفوه جوه المقبرة ده طبيعي ان هم يجروا، مش عيب. والتمثال ده لحد النهارده لما بنسلط الكشافات على عينيه بيبان كأنه حقيقي. وبسبب الشبه ده لحد النهارده حتى الناس اللي ما بتتكلمش عربي عارفه تسميه شيخ البلد لتمثال كعابر. في الفيديو اللي فات الناس اتخانقت في الكومنتات، هو كان كاهن ولا كان كاتب؟ هو كان كاهن وكاتب، سكرايب بريست، وشكله كان سمين شويه شبه الناس الأثرياء في مصر. لكده أصلا كنت سمعت إن هم كانوا بيتعمدوا يرسموا الرجالة إن هم يكونوا تخان بكرش علشان يبينوا إن الراجل ده هيقدر يوفر خير في بيته، إن هو غني. في ناس كده لقيته وزنه اسمرلك كده واسمه كعبر، قالوا بس هو أساس كلمة مكعبر اللي موجودة عندنا في مصر اللي بنستخدمها دلوقتي لما بنشوف حاجة كده إيه مكعبرة. ايه الكعبرة دي؟ يعني انا دورت على النت لقيت ان هي اصلا كلمة عربية، بس انا ما دورتش زيادة ومش هنختلف. كعابر موجود النهاردة هو كمان في متحف التحرير. والغريب بقى هنا ان في الوقت اللي احنا بنطالب فيه بعودة الاثار المصرية من فرنسا، امين متحف اللوفر في يوم من الايام مدفون النهاردة في المتحف المصري. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ولا اي حاجة، انا بس حسيت حاجة غريبة. ميرسي، اوفر.